المؤتمر يدخل ضمن سلسلة مؤتمرات تقام في الداخل والخارج، وتتبنى بعض الجهات الدولية هذه المؤتمرات لأجل إنصاف النساء، خاصة الإيزيديات اللي تعرضوا لإبادة جماعية من قبل عصابات داعش الإرهابية. وللأسف الشديد يعني هناك يعني يعني إقامة المؤتمر في بغداد كنا نتوقع أن يكون مشاركة من قبل الإعلام على الأقل العربي المتواجد هنا والإعلام الحكومي والرسمي، ولكن للأسف الشديد هناك غياب تام لقنوات الإعلامية. ويعني نحن في هذا المؤتمر نريد أن نوصل رسالة أن النساء يتحدون الصعاب ويتحدون كل ما هو مهين لهم، وكل ما هو يعني يلوث إنسانيتهم. النساء الإيزيديات ضربوا مثالا بارزا في التحدي وفي التصدي لعصابات داعش الإرهابية. في كل مؤتمرات اللي تقام يعني بهذه المناسبة هي المطالبة بالإفراج عن بقية المختطفات والمسبيات، هي المطالبة بالإفراج عن بقية المختطفات والمسبيات من النساء الإيزيديات. وهناك مساعي أيضا دولية لأجل يعني أن يتم تحريرهم من قبضة هؤلاء المجرمين. ونحن أيضا من خلال يعني توصياتنا ومن خلال مؤتمراتنا نأمل أن نصل إلى نتيجة لإعادة هؤلاء النسوة إلى أحضان مدنهم وأيضا إلى أوليائهم. ويعني أعتقد العمل يحتاج يعني همة كبيرة، ويحتاج تعاون من قبل حكومات الإقليم وحكومة المركز. يعني لابد وأن يكون تعاون بين هاتين الحكومتين لأجل استعادة ما تبقى. النساء جايين من لبنان وكمجتمع مدني وكسيدات من لبنان من دين هيدي الإبادة الجماعية للمجتمع الأيزيديين والأيزيديات، ولهيدا الشعب الذي حاول الكثيرون من إن كان من تنظيم داعش أو غيره، ولغاية اليوم حاولوا محاربته وإبادة هيدا الشعب وتطهير اللي عملوا تطهير عرقي لهيدا الشعب. نحن اليوم نطالب المنظمات والجهات الدولية بإدانة هذه الإبادات وبمعاقبة جميع الأشخاص والجهات والدول اللي بتحاول أنه تقمع وتضطهد هذه الشعوب. ونحن نطالب أيضا بالبحث عن المفقودين والمفقودات إن كان من سيدات ومن أطفال وطفلات لغاية اليوم مجهولي المصير، ونطالب بإعادتهم واسترجاعهم سالمين. ونحن نحيي الامرأة والأيزيدية والطفلة الأيزيدية أيضا، ونحيي الشعب الأيزيدي على صموده وعلى انتشاله من هذه الأزمات.